مرحبا بكم معنا من جديد. اليوم غادي ناخدكم لآخر ظهور وتطورات ملعب مولاي الحسن بمدينة الرباط، اللي كيشهد تقدم ملحوظ في عدد من الجوانب. أول مستجد واضح هو التقدم الكبير في تركيب الكراسي، بحيث بدات الكراسي كتبان بلونين الأحمر والأخضر، وهذا الشيء كيدل أن عملية التركيب دخلت في مرحلة جدية ومتقدمة. وهنا كذلك استمرار تركيب دعامات الكراسي، وهذا الشيء كيبين باللي كاينه سرعه في تركيب الكراسي. ثاني مستجد هو استمرار الاشغال في السقف، حيث تم رفع وتركيب بعض الهياكل الفولاذيه الجديده بعد ما شفنا في الايام الماضيه توقف في رفع الهياكل، واليوم بانوا هياكل جديده تركبات وكيتم الربط بينها باش يشكلوا الهيكل الكامل للسقف. ثالث مستجد تقدم كبير في ارضيه الملعب من حيث وضع الطبقات وقنوات صرف المياه. الخلاصة: تقدم كبير في تركيب الكراسي بلونين الأحمر والأخضر، استمرار رفع وتركيب الهياكل ديال السقف، الأشغال كتمشي في خطى ثابتة، والملعب كيقرب من الظهور بشكل نهائي. ما تنساوش تدعموا القناة بلايك وتعليق، وقولوا لنا شنو رأيكم في تصميم مدرجات ملعب مولاي الحسن. واش كتشوفوا أن الألوان زادت جمالية؟ خليوا رأيكم ونتلاقاو في فيديو جديد إن شاء الله.